قلب دفاع السيتي ينبض بالمرنجية. مفاجأة مدوية قد تهز الاتحاد. فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعد العدة لضم رودري. صراع على 3 جبهات. ريال مدريد يواجه سوسيداد قبل مواجهتي بايرن ميونخ والحسم في الليغا. أكثر لاعب سأحذر منه. روديغر يشير إلى هاري كين كتهديد رئيسي لريال مدريد في مواجهة بايرن ميونخ. من هو المدافع الذي يرغب ألونزو بضمه من ريال مدريد؟ عاجل خوسيليو على اعتاب مغادرة ريال مدريد متجها إلى الدوري السعودي. الكشف عن مركز كيليان مبابي مع ريال مدريد الموسم القادم. مرحبا واهلا بكم في قناة هالا مدريد. وربما لا تكونوا على علم، ولكن الدخل الذي نحصل عليه من القناة متوقف حاليا، ودعمكم من خلال الاعجاب هو ما يساعدنا حقا. اذا كنتم تشاهدون هذه القناة للمرة الاولى فادعوكم الان للاشتراك وتفعيل زر الجرس، وكخطوة نهائية لتشجيعنا لا تنسوا ان تقوموا بالاعجاب بالفيديو، فهذا امر مهم لنا جدا لنستمر في تقديم المزيد من المحتوى باذن الله. والان هيا بنا على بركة الله. مرحبا بكم عشاق ريال مدريد. لقد حان الوقت لمزيد من الأخبار السارة، حيث تشير تقارير صحفية إسبانية موثوقة إلى أن النادي الملكي يسعى جاهدا للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي رودري صانع الألعاب الإسباني الموهوب، يبلغ من العمر 27 عاما فقط، ويمتلك عقدا مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2027. ووفقا لموقع فوتبول إسبانيا فقد أكد تشيكي بيغريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي لأشخاص مقربين منه من أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب بقدرات رودري ويطمح في ضمه إلى صفوف الميرينجية. لا شك أن التعاقد مع رودري سيكون بمثابة صفقة استثنائية لريال مدريد، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة مع مانشستر هذا الموسم، إذ شارك في 43 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا آخر. مع قدراته الاستثنائية في التحكم بالكرة وتوزيعها وخبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد رودري إضافة مثالية لخط وسط ريال مدريد. فهل سينجح القرش فلورنتينو بيريز في تحقيق حلمه بضم رودري إلى سانتياغو برنابيو؟ نتابع معكم كل التطورات في هذه الصفقة المثيرة، ولا تنسوا مشاركة تعليقاتكم حول هذا الموضوع. هل تعتقدون أن رودري سيكون صفقة ناجحة لريال مدريد؟ حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي وجهته القادمة لينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. وبينما تتجه الأنظار صوب وصوله، تثار التساؤلات حول مركزه في تشكيلة الميرينجي وكيفية تأثيره على الثنائي البرازيلي. سيشغل مركز المهاجم الصريح مع ريال مدريد، وذلك لسد الفراغ الذي خلفه رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي. ويجيد مبابي اللعب في هذا المركز بالإضافة إلى قدرته على اللعب كجناح أيسر مركزه المفضل. مع وجود فينيسيوس ورودريغو على الجناحين الأيمن والأيسر، يصبح مستقبل الثنائي البرازيلي مع ريال مدريد غير واضح. قد يضطر المدرب كارلو أنشيلوتي إلى التضحية بأحد هذين اللاعبين لإفساح المجال أمام مبابي. يعد مبابي من أفضل اللاعبين الشباب في العالم. ختاما، قدوم مبابي إلى ريال مدريد يمثل صفقة قوية للنادي الملكي، لكنه يطرح في نفس الوقت تحديات جديدة على صعيد التشكيلة والتوازن بين اللاعبين. مدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر يحذر زملائه من خطورة مهاجم بايرن ميونخ هاري كين قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أكد روديغر في تصريحات صحفية على أن كين يشكل الخطر الأكبر على فريقه، مشيرا إلى قدراته التهديفية الاستثنائية، وشدد على ضرورة التوخي الحذر من جميع لاعبي بايرن ميونخ بما في ذلك جمال موسيالا وليروي ساني. وعن فرص التأهل، أعرب روديغر عن ثقته في قدرة ريال مدريد على هزيمة بايرن ميونخ، مؤكدا على أن الفريقين يملكان حظوظا متساوية للتأهل إلى النهائي. وأشار إلى أن هذه ستكون المواجهة الثانية له ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال، ويرغب في تحقيق نتيجة أفضل من المرة الأولى. يسعى تشافي ألونزو مدرب بايرن ليفركوزن بطل الدوري الألماني لضم مدافع ريال مدريد الشاب رافا مارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لتقارير صحفية فإن ألونسو وضع نصب عينيه لضم مارين لتعزيز خط دفاع فريقه في الموسم المقبل، خاصة بعد عودة يوسيب ستانيسيتش إلى بايرن ميونخ بعد انتهاء إعارته، واحتمال رحيل جوناثان تاه وبيرو هينكابي هذا الصيف. ويقدم مارين
مارين المعار حاليا إلى ديبورتيفو ألافيس أداء مميزا هذا الموسم، حيث شارك في 31 مباراة بين الدوري الإسباني وكأس الملكة. ويمتلك مارين فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع أي فريق ينضم إليه، إما بالعودة إلى ريال مدريد أو الانتقال إلى بايرن ليفركوزن. وبالنسبة لريال مدريد فإن قرار ضم مارين إلى الفريق الأول أو بيعه أو إعارته مرة أخرى مع خيار الشراء سيتوقف على احتياجات المدرب كارلو أنشيلوتي وتقييمه لمستوى اللاعب. مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية تتصاعد حدة التكهنات حول مستقبل خوسيليو مهاجم ريال مدريد. وكشفت تقارير صحفية إسبانيا عن اهتمام أندية سعودية بضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي. وشارك خوسيليو مع ريال مدريد هذا الموسم في 42 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 3. ووفقا للتقارير فإن اقتراب كيليان مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد قد يدفع خوسيليو للرحيل عن النادي الملكي، سواء بالعودة إلى إسبانيول أو الانتقال إلى الدوري السعودي. ويعد خوسيليو خيارا مغريا للأندية السعودية نظرا لخبرته الكبيرة في الملاعب الإسبانية وقدرته على تسجيل الأهداف. وإلى الآن لم تكشف التقارير عن هوية الأندية السعودية المهتمة بضم خوسيليو. فهل ينجح الدوري السعودي في خطف نجم ريال مدريد؟ انتظرونا في قادم الأيام لمعرفة المزيد. يستهل ريال مدريد رحلة حسم لقب الدوري الإسباني عندما يواجه ريال سوسيداد غدا الجمعة في افتتاح مباريات الجولة 33 من الليغا. تدخل كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي المواجهة بتركيز عال، ساعية لتحقيق فوز جديد يقربهما أكثر من لقب الدوري قبل خوض غمار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ. مهمة ليست سهلة تنتظر النادي الملكي، حيث سيواجه فريق ريال سوسيداد العنيد على ملعبه أنويت، والذي يطمح بدوره لتحقيق فوزه الثاني على ريال مدريد هذا الموسم بعدما كان قد انتصر في مباراة الذهاب بهدف دون رد. تميل كفة المواجهات المباشرة لصالح ريال مدريد، حيث حقق الفوز في 5 من آخر 10 مباريات ضد سوسيداد، بينما فاز الفريق الباسكي في مباراتين فقط وتعادل في 3 مباريات. يدرك ريال سوسيداد صعوبة المهمة، لكنه سيقاتل بكل ما أوتي من قوة لتحقيق مفاجأة أمام ريال مدريد، مستندا إلى معنوياته المرتفعة بعد فوزه الأخير على أتلتيك بيلباو.